السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى في فيديو جديد. يلا بقى نبدأ ونشوف الفيديو بتاعنا هيكون ايه. لقيت بقى ماما كده جايالي الصبح الساعة 10، وجايبالي بقى الحاجات دي كلها، الموسم بقى بتاعي بمناسبة دخول العيد. كل سنة وانتوا طيبين بقى يا حبايب قلبي. يلا بقى نبدأ كده ونشوف هي جابت لي ايه. هبدأ كده افضي كده مكان عشان اعرف اصور لكم الحاجة كده، والمكان يكون حواليا فاضي عشان اعرف ايه ان انا اطلع كل حاجة من الكيس بتاعها كده بالترتيب. بدأت بقى اجيب كده بولات يا حبايب قلبي عشان برضه اشوف اللي محتاج يتفضى ايه من الاكياس، وافضيه بقى معاكم وكده واشارك معاكم الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجة بقى كده لقيتها جايبالي الفرختين دول. هغسلهم بقى كويس وهقطع كل فرخة كده على 4 قطع، وهتبلهم مع انهم متبلين عشان هتبلهم تتبيلة مشاوي يعني. ان شاء الله لو عرفت اصور هعملها معاكم في فيديو تاني. بعد كده بقى نشوف الكيس ده مع بعض فيه ايه. اول حاجة كده وهنفضها وهي الجوافة. طبعا كل حاجة هنفضيها هنغسلها وهعين الحاجة دي كلها في التلاجة مغسولة ومتنشفة عشان بقى تبقى جاهزة على الاكل. بعد كده كمان كانت جايبة خوخ برضو، فضيته كده برضو في بولة عشان برضو هغسله. هي عارفة بقى ان انا بحب الخوخ السكري، ولقيتها جايبالي خوخ سكري برضو. الناس بقى يا حبايب قلبي اللي ما تعرفش يعني ايه بقى موسم وكده، احنا عندنا بقى في بلدنا يا حبايب قلبي اي ام بتجيب لبنتها بمناسبة دخول مثلا المولد النبوي، دخول الاعياد، الحاجات اللي زي كده بتجيب لها بقى موسم حاجات وكده. والله لو قلت لها ما تعبيش نفسك يا ماما وما تكلفيش نفسك، بس هي بقى صممت يا حبايب قلبي. ولقيتها جايالي بقى الصبح الساعة 10. ربنا يبارك لي فيها يا رب ويحفظها لي يا رب من كل شر. ادعوا لها بقى دعوة حلوة. هي بقى بتجيب لنا واخواتي يا حبايب قلبي، بتجيب لنا كلنا زي بعض. وكمان فضيت الاناناس كده بالشكل ده يا حبايب قلبي، وهي جايبة برضو اناناس عشان عارفة ان ايلين بنتي بتحب برضو الاناناس. وكمان تفاح وفضيته برضو في بولة بالشكل ده كده. هرتب بقى كل حاجة من الحاجات دي كده في جنب كده عشان اكمل معاكم باقي الفيديو يا حبايب قلبي. وجابت لي برضو كمان شبت كده وكزبرة طازة كده واخضر، وريحته كانت جميلة اوي. وقالت لي بقى انا جبتلك شبت وكزبرة عشان لو حبيتي تعملي محشي ولا حاجة اول يوم العيد. حطيتهم برضو في البولة كده بالشكل ده عشان اغسله وانضفه واحطه بقى في الفريزر، ولو هستخدمه على طول يبقى جاهز يعني. وجبت كمان بولة عشان افضي فيها الفلفل بالشكل ده كده. وجبت بولة كمان عشان افضي فيها كمان الطماطم.
هنا بقى كنت بفضي الكيس ده ومش عارفة فيه إيه، لقيت بقى فيه الليمون مع الجزر، الاتنين على بعض يعني، بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو انتوا لسه جداد واول مرة تشوفوني ما تنسوش تضغطوا لايك يا حبايب قلبي. فضيت بقى برضو الخيار كده بالشكل ده. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا مني كل جديد. ودي بقى دي كل الحاجات اللي انا فضيتها معاكم دلوقتي، عشان هبدأ بقى اشيلها واحط بقى اللي هيتحط في التلاجة في التلاجة، واغسل اللي عاوز يتغسل برضو، وارتب كل حاجة مكانها عشان اعرف اكمل معاكم باقي الفيديو. هنا بقى يا حبايب قلبي لقيت الكيس ده انا كنت ناسياه خالص. لقيت كان فيه بقى رنجة يا حبايب قلبي، وهي عارفة بقى ان انا بحب الرنجة جدا يا حبايب قلبي. فهحطها بقى كده واسيبها في الكيس زي ما هي كده والفها، وممكن احطها كمان في كيس واحطها بقى في الفريزر او في التلاجة. يلا بقى بينا نكمل الفيديو بتاعنا. هنا بقى في الكيس ده 3 علب كده، هنشوف بقى مع بعض فيهم ايه. بفكركم بقى تاني باللايك اهو يا حبايب قلبي، ما تنسوش تضغطوا لايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتدعوا كده لوالدتي دعوة حلوة يا حبايب قلبي، ربنا يجعلها ان شاء الله من نصيب. فتحت بقى اول علبة كده وكان فيها كحك. الكحك يا جماعة بجد ريحته طالعة، في سمنة بلدي ريحته طالعة رهيبة جدا. الواحد كان لولا صايم كان اكل منه، بس انا بقى بصور لكم الفيديو ده واحنا صايمين. لسه النهاردة ان شاء الله هخلصه وهنزله على طول. وده برضو كده فتحت العلبة دي برضو كان فيها بسكوت. وكمان العلبة دي هنفتحها دلوقتي مع بعض، فيها بقى بوتفور العشق بقى يا حبايب قلبي. وبجد تشكيلة جميلة جدا سادة وبالكاكاو، وزي ما انتوا شايفين معايا كده التشكيلة شكلها عامل ازاي. لسه ما دقتش، بس من الريحة اللي انا شماها بجد واثقة ان الطعم هيكون رهيب. يلا بقى نشوف الكيس ده كمان فيه ايه مع بعض يا حبايب قلبي. اول كيس كده فتحته لقيت فيه ترمس، وهي برضو كانت قالت لي ان الترمس ده مسكر يعني اعمله ومش هياخد وقت، وقالت لي بقى على طريقة جميلة ان شاء الله اعملها معاكم. بس يا رب بس الحق كده اصور ومنتج لكم الفيديوهات وانزلها بسرعة، عشان مش بعرف اعمل حاجة من ايلين بنتي خالص. ده بقى شكل الترمس كده، فضيته في بولة وهنقعه في مية، وهسيبه بقى لحد كام ساعة كده، وبعدين هغليه بقى وهعمل معاكم الطريقة ان شاء الله. فتحت برضو الكيس ده تاني لقيت فيه برضو تشكيلة بسكوتات كده، والكيس ده برضو فيه برضو فولية وبسكوت، تشكيلة برضو بسكوت وكده. بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. برضو فتحت الكيس ده برضو لقيت فيه بقى تشكيلة بونبوني كده عشان ايلين برضو. وده بقى الكيس اللي فيه الفول، بالشكل ده كده يا حبايب قلبي.
وده بقى شكل الحاجة اللي انا فضيتها معاكم دلوقتي يا حبايب قلبي. الكحك بقى والبوتيفور والبسكوت والحلاوة والبونبوني والفول السوداني بالشكل ده كده. وبرضو جابت لي كده الكرنبتين دول، قالت لي اسلقيهم بقى وقطعيهم وجهزوهم كده وعينيهم في الفريزر متخزنين، وقت ما تحبي تعملي محشي كرنب اعملي بقى عادي. بقى يا حبايب قلبي نكون وصلنا لاخر الفيديو.